بنهزر معاك، كنا بنهزر. هو انت ما عندكش هزار خالص؟ كنا بنهزر معاك، ما كانتش بالونه نفختها فطلعنا قلنا لك ركز في الملعب. يخرب بيت اللي يقول لك ركز، يا ريتنا ما قلنا لك ركز في الملعب. احنا اسفين يا امام، اسفين يا امام يا عاشور، وصلوا اسفنا ده لكل الدنيا. انت يا ابني كل يوم بتحصرنا يا ابني، انت يا ابني كل يوم بتحصرنا ان انت كنت عندنا وسيبناك تمشي. احنا اسفين يا امام بجد، مع انهم كانوا قايلين لي ان انت ما جبتش مع الاهلي ربع مستواك اللي عملته في الزمالك. دول مبلغيني وقايلين لي ان زيزو ب 200 مليون يعمل منك 200,000 مره يا امام يا عاشور. ده الفرقه النهارده مش بمستواها، فرقه الاهلي مش بمستواها، وانت كتيبه يا ابني، انت كتيبه لوحدك يا ابني. ده انت الصفقه الوحيده اللي هنقعد نتاسف عليها طول عمرنا، ويجي واحد يضحك ويزرط ويقول لك هديتي ليك يا محمود الخطيب. هديه؟ اي هديه؟ دي هديه انفجرت في دماغنا، انفجرت في وشنا من يوم ما فقدناها. انا بجد عمري ما شفت صفقه على الفتره اللي قعدت فيها بشجع نادي الزمالك صفقه الواحد يقعد يتفرج كل يوم وهو بيلعب ويقول يا ريت امام عاشور ده كان فضل عندنا. ويجي واحد يقول لك اصل بيتفاوضوا مع زيزو، اصل لو زيزو عندهم ما اعرفش هيلحسوا جزمه. يلحسوا جزمه مين؟ يلحسوا جزمه مين؟ اما لو موجود امام عاشور كنا عملنا ايه؟ في بدايه كلامي كده الناس كانت بتسال على عزيز، انا كنت مريحها شويه اليومين اللي فاتوا، بس لازم تضرب النار. هو ما فيش الا غيره في الاهلي، ما فيش الا امام. في ايه يا اسطى؟ بالله ده امام عاشور اخر 3 مباريات مسجل 6 اهداف، الجزيره ما عملهاش في موسم. يا عصافه راجع تاني يا ابن كوب الشكاير. ايه اللي امام عاشور بيعمله؟ واكتر حاجه مضايقاني في الموضوع الناس البلالين بقى، هم حرفيا امام عاشور فاضي، امام عاشور ما عندوش فكره يا عم، ده بيطبلوا له بس كده عشان الجمهور بيحب الفرقعه وغزاله. ايه رايك دلوقتي في امام؟ هو بيديك الغزاله الحمراء الرايقه، ده بيديها لنا كلنا، بيسكت الكل. وقلت لك قبل كده ويرجع للفيديوهات، اكتر حاجه مقهور عليها ان امام عاشور اصلا راح النادي الاهلي عشان هيفرق معاهم بامكانيات. ويرجع للفيديوهات، ما طلعتش قلت لك مالت ما بيفهمش ما بيعرفش، لا امكانياته تقيل على ارضيه الملعب، وحرفيا شايل النادي الاهلي لوحده الفتره الاخيره لوحده. تتخيل بقى الناس اللي بتتناها ايه تقلل من امام والحاجات. ايه رايك في امام دلوقتي؟ بيسكك، هتطلعوا تدوا له حقه ولا دلوقتي هتسكتوا مش هتتكلموا؟ كل حاجه متصدر الدوري وعدى من دور المجموعات، ولو كسب الماتش اللي جاي بتاع رونالدو هيتصدر اول مجموعه. يعني هو كده كده ايه مقفل اللعبه وهو في اسوأ حالاته. وهنا نوصل للنقطه الحاسمه، الاهلي كسر شماعي نادي الزمالك اللي هي ايه على مدار تاريخنا معناش سكواد. لا المدير الفني هرب، المدير الفني مشي يا عم، لا الاداره بتاعتنا مش مركزه. اهو ايه رايك النهارده على ارضيه الملعب؟ مفيش لعيبه، السكواد بتاعهم اللي في المستشفى واللي مشي واللي اصلا كمان يعني هبين لك ان الاداره مش في افضل حالاتها. ازاي يسيبوا لعيبه في يناير يجي 3 4 5 لعيبه بيلعبوا على ارضيه الملعب ولسه عايزين يجددوا؟ ففي مشاكل اهو اداريه، والمدير الفني مش في افضل حالاته وبعد التغييرات، فكل حاجه مش في افضل حالاتها. وهنا كسر شماعه نادي الزمالك اللي هو على مدار التاريخ معيش لعيبه، معيش مدير فني، فانا بخسر بطولات بسبب كده. ويوم ما اجي احب اغير، لا ده التحكيم يا عم، التحكيم هو اللي جاي يعني. ايه رايك؟ ايه رايك بس؟ والله انا مش جاي اثبت وجهه نظر، انا بس جاي اقول لك بس المهلبيه اللي في مخك ديت لو عايز تنجح بتنجح في اسوأ الظروف بتنجح. واحنا لما خدنا الدوري يا ابني بنيمار ومش عارف مين ما خدنا الدوري عادي وبناخد. انت اللي ما تعلقش فشلك وتصدر للجمهور والاداره ونرضى بالقليل. احنا النهارده لو نرضى بالقليل ليه؟ وصل دلوقتي لمرحله الاقي من الجمهور في الكومنتات وعلى الفيسبوك والكلام ده ناخد المركز الثاني بس السنه دي نبقى جبر. شوف بدل ما كنت انا ازق مع الاهلي اخد دوري، لا بقينا نرضى بالقليل، يعني مستوانا بدا يتدحور زياده عن اللزوم. ايه يا دونجا؟ منور يا دونجا، صباح الفل، عامل ايه؟ ازيك؟ تمام كويس؟ النضاره حلوه ولا ايه الدنيا؟ ولا هنغيرها السنه الجايه؟ ولا مفيش نضارات السنه الجايه خلاص؟ يعني احنا بنلبس نضاره كل 2 3 ولا بنغير النضاره كل 10 سنين؟ ايه الدنيا؟ بس انا عايزك تتعود على الاجواء عندنا كده وما تاخدلكش الجلاله في التصريحات قوي. اهو امام عاشور ركز في الملعب اهو يا دونجا.
اهو امام عاشور ركز في الملعب اهو يا دونجا، وهو اصلا كان مركز في الملعب يا دونجا. كنت تسيبه يا سيدي، كنت تسيبه يا عم يعيش ويعمل كده ونيني نيني نيني ني، بدل ما هو ركز في الملعب وهيطيح في الكل. امام عاشور بيجيب 5 اهداف في ماتشين. امام عاشور بيتألق دوري وافريقيا، مش ناحيه وناحيه لا. امام عاشور من غير ضربات جزاء 5 اهداف في ماتشين. في ناس ما جابتهاش في الدوري لحد دلوقتي كل ماتشات الدوري. هو في ماتشين جاب 5 اهداف يا دونجا. كان لازم يطلع من بقك التصريح ركز في الملعب يا دونجا يا امام عاشور، او ركز في الملعب يابا. عقبالك انت وزيزو. عاشور 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 عاشور، هي الحلقة كده يا امام عاشور ده. عرفتوا ليه يا جماعة؟ اعذرونا اخواتي الاهلاويه اللي بيتابعوني، اعذرونا. اعذروا اي زملكاوي متضايق من امام عاشور، اعذروا اي زملكاوي زعلان من امام عاشور، اعذروا اي زملكاوي متحسر على امام عاشور. يا جماعه احنا عارفين امام عاشور اكتر من اي حد. امام عاشور كان مشروع نادي الزمالك القادم. امام عاشور كان موهبه صاعده بقوه الصاروخ. امام عاشور احنا كنا عارفين انه افضل لاعب في مركزه في مصر وافريقيا، ومش هستبعد لو قلت الشرق الاوسط. يا الله، قال لك امام عاشور هديتي ليك يا خطيب. ماشي يا بابا نويل. امام عاشور الساطور وحلويات الساطور، يا سلام. رسالة للحاج ده اللي هو رايح بيت الله الحرام، يعني مش عارف اساسا ازاي ربنا يتقبل بجد. يعني انت شخص مريض نفسي. هو انت كنت بتدعي لامام ولا بتدعي عليه ولا بتدعي له؟ يعني لا تظهر الشماتة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك. يا ابو قلب جاحد رايح عند الكعبة تدعي على واحد انه لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات. امام عاشور قال لك الساطور، يا سلام للصبح. بص تشوف الحلويات والقطايف واللطايف، يا سلام. امام عاشور ساطور بما يرضي الله، ساطور مسنون. عارف انت عارف الناس اللي واقفه بالعجله دي بالسن؟ امام عنده 2 في البيت حاططهم تحت الكبسته. يسن الساطورين وينزل يطرشم اللي ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. امام عاشور مولع الدنيا. الماتش اللي فات 3 والماتش ده 2 وقبله. ساطور. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي. الاهلي يفوز على الجونة بثنائية نظيفة عن طريق امام عاشور الساطور، ويتصدر جدول الدوري المصري ب 18 نقطة. بيراميدز الثاني 17، والزمالك يكسب ان شاء الله الحرس يبقى 17 ويبقى الاهلي في الصدارة. تمام. مبروك يا اهلاويه.